من تطلع إلى ما لا يملك فقد لذة ما يملك. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذا جاءت الرسالة المحمدية والوصية النبوية: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تأمل في كتاب ربك: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.